جاي اقول لك على اهم خطوة في تربية البط المسكوت. حاجة لو عملتها ان شاء الله الدورة بتاعتك هتنجح، سواء كنت بتربي للبيت او بتربي للتجارة. عايزك تبقى عارف ان مشاكل البط المسكوف كتير جدا، اكتر من ان هي تتحصر في فيديو واحد. بس انا هقول لك على اهم خطوة في التربية، والمشاكل اللي ان شاء الله في فيديوهات اتكلمت عنها في كذا فيديو، بس لسه في ان شاء الله فيديوهات كتير، لان هي مشاكل كتير جدا وكل مشكلة ولها حل بإذن الله. بس اهم خطوة واهم حاجة في تربية البط المسكوفي هي درجة الحرارة. انت لو جيت تربي فراخ بيضة او فراخ بلدي او بط فرنساوي او بط مولر، ايا كان نوع البط او الفراخ اللي انت هتربيها، هتلاقي ان انت تظبط درجة الحرارة على 33، من 30 ل 33. هتيجي بقى واحد يقول لك ان المسكوفي برضو يخش في القايمة ديت، وان تظبط درجة الحرارة على 30 او 33. اقول لك لا، وعن تجربة. عاوز تطلع بط مسكوفة صح، وتعدي فترة التحضير صح، اللي هي أهم فترة في أي تربية أيا كان نوع البط أو الفراخ. ظبط حرارة البط المسكوف إنها ما تقلش عن ال35. طب لو زادت عن ال35 كويس، وصلت لل38 كويس. أهم حاجة ما تقلش عن ال35، يعني أول مثلا 15 يوم. طيب معنى كده إن أنا أكتم واقفل ومفيش هواء يدخل؟ لا طبعا. في فرق بين درجة الحرارة وبين تكتيم الهواء. انت عايزك تبقى درجة الحرارة 35 او تزيد، بس في نفس الوقت انت قادر تشم نفسك جوه كأنك بتتنفس عادي. دي اهم حاجة في تربية البط المسكوفي. المشاكل كتير، والحاجات اللي انت لازم تعملها